ولكن النيل، لفظة النيل لقد كانت فعلا محببة أو قريبة على قلب الأستاذ عبد الوهاب. لو بحثنا باستخدام الحاسب عن لفظة النيل وعبورها في النظم الذي غناه الأستاذ عبد الوهاب لوجدنا ورودها عددا كبيرا من المرات. لأضرب أمثلة: في الجندول يقول: أين الهرمان، أين ماء النيل، أين الضفتان. في الكرنك: سقى من كرم النيل رباها. في كليوباترا: يا ضفاف النيل يا خضر الروابي. في من زي عندك يا خضرة والنيل بيسقي حبيبتي. وأيضا هناك أغنية تبدأ بلفظة النيل: اجري يا نيل، التي قدمها الأستاذ عبد الوهاب عام 44 من نظم حسين السيد. الشكل التلحيني في هذه الأغنية أتى كما يلي: أولا البداية بليالي، ثم موال. والأستاذ عبد الوهاب كان قد ترك الموال منذ عام 35 بشكل مستقل، ولكنه لعله هنا أراد أن يعبر عن مدى محبته للنيل بإعادة تقديم الموال في هذه الأغنية. النظم أتى في قسمين: قسم يتحدث عن النيل وقسم يتحدث عن الأرض. والأستاذ عبد الوهاب اختار مقاما موسيقيا نادرا للحن في هذه الأغنية، هو مقام البستنكار. أهمية هذا المقام، أو لماذا اختار الأستاذ عبد الوهاب هذا المقام؟ لأنه أصلا مكون من مقامين مستقلين، أحدهما الهزام والثاني الصبا. وقد خصص الأستاذ عبد الوهاب أنه عندما يتغنى بالنيل يأتي اللحن على مقام الهزام، وعندما يتغنى بالأرض يأتي اللحن على مقام الصبا، وعندما يجتمع جميعا في المقدمة الموسيقية يأتي اللحن على المقام المركب البستنكار. وكأنما المقدمة تعبر عن ارتباط النيل بالأرض في مصر. الآن لنستمع أولا إلى مقام الهزام على القانون، ثم ندقق مع اللحن كيف أتى على هذا المقام في أغنية اجري يا نيل عندما يكون التغني بالنيل. مقام الهزام على القانون. لنستمع إذن الآن إلى المقطع الذي أتى على هذا المقام عند التغني بالنيل في تلك الأغنية. وعندما يأتي دور الأرض يأتي مقام الصبا ليعبر عن ذلك. وكأنما الأستاذ عبد الوهاب أراد فعلا أن يغير المقام، لأن الجو بين الهزام والصبا مختلف، والجو بين ماء النيل وبين تربة الأرض تختلف. لنتابع.
ولكن المقدمة الموسيقية كما رأينا عن الأستاذ عبد الوهاب يجب أن تلخص المضمون، إذا لابد من جمع المقامين مع بعضهما، وهكذا جاءت المقدمة الموسيقية على مقام البستنكار الذي هو أصلا جمع للصبا وللهزام. لنستمع إلى هذا المقام الجديد ثم نتابع كيف أتى مع المقدمة الموسيقية. لنستمع الآن إذن إلى المقدمة التي احتوت هذا الجو العام بأكمله.